لو الذهب رخص وانت اشتريته بالغالي تعمل ايه؟ السؤال ده بيتسأل كتير جدا من المتعاملين مع الذهب، وخصوصا في الفترة اللي بتبقى قبل قرارات تغيير اسعار الفايدة والتوترات الاقتصادية والسياسية العالمية. في حلين ملهمش تالت، الاول هو اصبر واوعى تبيع، كده كده معروف ان الذهب متقلب في السعر وهيطلع مع الوقت، ودايما فكر نفسك ان الذهب استثمار طويل الاجل، يعني على الاقل 5 سنين. اما الحل التاني، حاول توفر سيولة واشتري ذهب طالما سعره نزل، علشان لما الاسعار ترجع تزيد كده محفظتك تجيب لك عائد كويس على المدى الطويل. وعلشان تحسب متوسط سعر الجرام في محفظتك، جمع كل اسعار الجرامات اللي انت اشتريت بيها واحسبها على عدد الجرامات اللي معاك. وعندي كده شويه نصايح ليك هتفيدك وانت بتستثمر في الذهب. خليك دايما متابع اسواق الذهب جوه مصر وفي البورصه العالميه، وحدد انت عايز توصل لايه من استثمارك في الذهب، وهل انت عايز تكبر راس المال ولا بتحوش لمشروع معين، لان الاهداف الواضحه هي اللي هتساعدك انك تاخد قرارات افضل. يلا شير الفيديو لكل اللي بيسالوا السؤال ده ومش لاقيين الاجابه.